كل واحد مننا بيكون عنده حاجة نفسه ان هو يحققها، بيكون عنده هدف نفسه ان هو يوصله. بيصحى من النوم يفكر يقول هو ده اليوم اللي انا هبدأ فيه، او النهاردة مش هبدأ، انا مش جاهز، انا حاسس ان انا لسه جوايا خوف وقلق. بيكون جوه الانسان كده نوع من الخوف بيحسسه ان هو مش جاهز، بيحسسه ان هو مش المفروض انه يبدأ. بيبقى خايف من ان هو يبدأ، بيبقى خايف انه يفشل، بيبقى خايف انه ينجح احيانا، بيبقى خايف من نفسه، بيبقى خايف من نتائج. بيعدي على الإنسان كده فترة بيبقى مش عارف فيها نفسه وفاقد فيها الشغف أو الحماسة ناحية الهدف اللي هو بيصحى كل يوم يفكر فيه. هكلمكم عن تجربة شخصية، إن كل ما الفترة دي بتعدي على الإنسان وكل ما بتطول، كل ما الواحد كده بيحس إن هو بيفقد الثقة في نفسه، بيحس إن هو مش قد التحدي اللي ممكن يواجهه، بيحس ان هو قاعد في كومفورت زون او في المنطقة بتاعة الراحة بتاعته ومش عايز ان هو يخرج منها، لكن هو ما هواش مرتاح فيها، مش قادر ان هو يتخلى عن هدفه ويقول خلاص ده مش من نصيبي ومش عاوز ان انا اكمل فيه، بس مش مرتاح وبيفكر فيه دايما. ممكن يفكر فيه على مدار اسابيع او شهور او سنين كده زي حالتي، لكنه خايف بمعنى الخوف اللي معطله ان هو يوصل او ان هو حتى يبدأ الحاجة اللي نفسه ان هو يبدأ فيها. النهاردة الفيديو هنتكلم عن الخوف المعطل عن تحقيق الأهداف، بناء زي ما بقول لكم على تجربتي الشخصية. ولو كان الفيديو ده اتنشر فده معناه ان انا بدأت فعلا اني اطبق النصايح اللي كانت السبب في ان انا بدأت اصور الفيديو ده. علشان أنا كنت متعطلة عن إن أنا أقدم محتوى هنا على القناة أحس إن هو يعني لايق عليا، مقتنعة بيه، حاسة إن أنا بقدم منه رسالة أو رؤية واضحة لهدف واضح أنا عايزة أوصله. فلو كان اتنشر الفيديو ده معناه إن النصايح إن شاء الله نفعت معايا، وإن شاء الله تنفع مع أي حد حاسس إن هو متعطل عن الهدف بتاعه وحاسس ان هو مش فاهم الخوف اللي جواه اللي معطله ده جاي من ايه، ويقدر يتصرف معاه ازاي، وايه الخطوات اللي يبدأ يعملها علشان يكسر الخوف ده واحدة واحدة، وايه الأسئلة اللي هنسأل نفسنا بيها اللي هتخلي خوفنا ده يتحول لطاقة، الطاقة دي تبقى الشرارة اللي نبدأ بيها زي ما انا بدأت كده. لو كان زي ما قلت لكم الفيديو ده انتشر ايه، اتنشر يعني تم نشره على اليوتيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما في افضل حال. زي ما قلت لكم النهاردة هنتكلم عن الخوف المعطل عن تحقيق الاهداف، وده معناه ان في انواع كتير من الخوف. دلوقتي احنا ربنا حط فينا مشاعر الخوف دي مشاعر طبيعية جدا، الا ان الخوف مش حاجة واحدة، الخوف اكتر من حاجة. في خوف حقيقي بيبقى نابع من حاجة حقيقية، زي ما يكون مثلا الواحد خايف من الحوادث فبيسوق بالراحة، بيسوق بيخلي باله، بيكون عنده شوية حيطة ان هو يخلي باله من الناس اللي حواليه علشان ما يحصلش لا قدر الله حادثة او بتاع. في خوف من ان الواحد يحس بالاحراج، فده بيخليه ان هو يحسب كلمات كويس جدا للحاجة اللي بيقولها او التصرف اللي ممكن يعمله قدام الناس اللي يخليه ان هو ما يتعرضش للاحراج. في خوف مثلا من الدخول في علاقة مؤذية، او الخوف من ان الواحد يحس بمشاعر سلبية، فبيخاف ان هو يرتبط بأي حد يكون مش شبهه، او يرتبط بحد يكون مؤذي نفسيا. بيكون عنده شوية وعي كده وحيطة برضو ان هو يرتبط بناس معينين وما يرتبطش بناس معينين. والخوف ده يا جماعة خوف صحي، وربنا حطه فينا كطبيعة بشرية لسبب ما، لانه هو مفيد. لكن مش هو ده النوع اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة. احنا بنتكلم عن الخوف المعطل. الخوف المعطل ده يا جماعة بيعطلنا عن اهدافنا، وبيعطلنا عن مجرد حتى البدء في ان احنا نشوف ايه الهدف بتاعنا. بياخد دور الحاكم، بيحكم علينا، يعني بيحكم عليا مثلا ان انا خايفة من حاجة معينة يبقى انا فاشلة فيها،
يبقى انا مش هعرف ابدا فيها. يبقى انا لو بدات فيها الناس هيتكلموا عليا او هيتريقوا عليا، هيضحكوا عليا، هيسفهوا من اعمالي، هيسفهوا من مجهودي. فبقى الخوف ده خوف مضر، خوف معطل، خوف فعلا مش حقيقي. طب ايه اللي يورينا اذا كان الخوف ده مفيد او لا، الخوف ده حقيقي او لا؟ ده سؤال مهم جدا، سؤال ممتاز. نقدر نفرق ما بين الخوف الحقيقي والخوف المعطل عن طريق ان احنا نشوف الاسباب الحقيقية اللي وراه. هل الخوف من الحوادث ده خوف حقيقي؟ هل هو فعلا بيحميني؟ ايوه هو خوف حقيقي، لان انا مثلا ماشيه بعربيه في وسط طريق، الطريق ده فيه مطبات، فيه عربيات على يميني وشمالي وقدامي وورايا، فيه اشارات، فيه ناس بتعدي احيانا كده قدام العربيه. لازم ان انا اكون عندي شويه ان انا يعني اسمها ايه برضو اخلي بالي ان انا ماشي في طريق ممكن يسبب لي لو انا ما خدتش بالي ان انا اعمل لا قدر الله حادثه. يبقى ده خوف حقيقي غرضه ان هو يحميني من الحادثه. خوف له اسباب منطقيه وحقيقيه موجوده على ارض الواقع، نقدر انا وانتي وهو وهي نشوفهم بطبيعه الحال ومحدش يختلف عليهم. الا ان الخوف المعطل ده بيبقى اسبابه مش حقيقيه. ما تقدريش ان انت تقولي الخوف ده بسبب 1 2 3، والواحد 2 3 دول انت شايفاهم وغيرك شايفهم وحقيقيين، وتقدري تلمسيهم وتقدري تدللي عليهم. عارفين يعني دلل على خوفك من كذا، ان انا خايف ان مش عارف مين. الحاجات دي كلها ممكن تكون احكام اصلا انت اصدرتيها على نفسك في المستقبل. ممكن تكون احكام انت قررتي ان انت تحكمي بيها على نفسك نتيجة ان انت خايفة انك تطلعي من الكومفورت زون. ففي الوقت ده الخوف بيبقى معطل، بيبقى خوف مش غرضه ان هو يحمينا، لكن غرضه ان هو يكسرنا، غرضه ان هو بعد فترة يضعف ثقتنا بنفسنا، غرضه ان هو بعد فترة يخلينا مش مرتاحين في اي حالة، حتى لو احنا من بره كاملين مكملين، عندنا احتياجاتنا الاساسية واحتياجاتنا اللي مش اساسية، الا ان احنا برضو مش مرتاحين في الحياة دي. فالخوف المعطل ده بجد بيخلي الواحد ان هو مهما وصل من بره ان هو يكون شكله كأنه انسان كامل، الا ان هو نقصه حاجات، الا انه مش عارف يعيش الحياة دي. وساعات كمان بتغير نظرته لحياته نفسها، بيحكم على نفسه وبيحكم على حياته ان هي حياة سيئة، لان هو نفسه مش مرتاح. لكن هو مش مرتاح نتيجة خوف معطل، خوف مش حقيقي، خوف نقدر ان احنا نتغلب عليه، لان هو زي ما قلت لكم معطل فمش حقيقي. تعالوا كده واحدة واحدة نشوف الخوف ده مصدره ايه. الخوف المعطل ده مصدره ايه؟ الخوف المعطل ده مصدره افكار، والافكار دي مصدرها مخنا بيميل يا جماعة لتوفير الطاقة، ومخنا بيميل للحماية أكتر من إنه يكون متحمس ومتحفز وإنه مقبل وإنه عنده حماسة كبيرة. لا، المخ يا جماعة مش بيشتغل بالطريقة دي، ودي الحاجة اللي كتير مننا، يعني أنا واحدة برضو ما كنتش أعرف الموضوع ده. مخنا فعلا ما بيحبش إن احنا نبذل مجهود، ما بيحبش إن هو يدخل في حاجة جديدة، بيحب إن هو يفضل كده مقعدك مستريح مروق. طالما انا حياتي كويسه ومفيش خطر حقيقي عليا، يبقى انا لازم افضل قاعد في المنطقه دي. فهو بالنسبه له ان اي تغيير صغير بيحصل او اي فكره ممكن تكون هتغير يعني هي فكره هتغير حاجه من سلوكياتي، هتطلعني من المنطقه الراحه بتاعتي دي، بالنسبه له تهديد. ومثلا ان انا اخد قرار في حاجة أنا بفكر فيها، إن أنا أخد القرار، أنا ما بدأتش في حاجة لسه، أخد القرار برضو أبقى مترددة فيه. ده برضو من شغل المخ بتاعنا، إنه يوفر طاقة. الطاقة دي ممكن تستهلكها في حاجة تانية من وجهة نظر المخ يعني، لكن إن أنا ما استهلكهاش في إن أنا أخد قرار. لا، أنا هفضل متردد، أفضل متردد متردد متردد. طب نفترض إن الإنسان ده عايز يجرب حاجة جديدة، أو يجرب حاجة مش جديدة حتى، عملها قبل كده بس توقف عنها فترة، وعاوز ان هو يحاول انه يكمل فيها. هل مخه هيسيبه يعمل كده؟ لا طبعا مش هيسيبه. مخه برضه هيحسسه ان ده مجهود كبير جدا، وان هو هيخاف ان هو يبدأ في الموضوع ده، احسن يوقف زي المرة اللي قبل كده. هيخاف ان هو يعمل حاجة نفسه فيها، ممكن مثلا الناس تقول عليه حاجة،
ممكن مثلا يكون عنده صورة ذهنية عن نفسه من قبل كده ان هو دايما بيبدأ في الحاجة ويوقف ويبدأ في الحاجة ويوقف. تخيلوا ان ممكن المخ ياخد كلمة اتقالت لك او اتقالت لك في يوم كأنها عنوان كبير جدا عن شخصيتك وهويتك الذاتية وهويتك النفسية. يعني مثلا ممكن حد يجي يقولك ايه، المشروع ده مفيش حد بدأ فيه ونجح. الجملة دي هو ممكن يقولها وهو أصلا يعني كان بيشرب الشاي بلبن كده ومش واخد باله أساسا إن هو قال كلمة نساها. انت هتاخد الجملة دي وعنوان هيبقى محطوط فوق دماغك كده ان المشروع ده عمر ما حد بدأ فيه ونجح، مع ان قدامك الأسباب الحقيقية اللي بتقول ان في ناس فعلا بدأوا في المشروع ده ونجحوا. المشروع ده بالفعل في ناس قائمين ومنتجين المنتج ده او بادئين في المشروع ده ومستمر بقاله سنة ولا سنتين ولا 10 سنين حتى وموجود على أرض الواقع. معنى كده ان في ناس، يعني في أسباب حقيقية اهي مخلياك ان انت ما تقولش ان كلامه حقيقي، الا ان الفكرة بتاعته تفضل تزن في دماغك وتفضل لازقة في دماغك، تخوفك وتخليك متردد اكتر وتخليك بتسوف اكتر وتخليك تبني هوية مزيفة عن نفسك بناء على كلمة حد قالها لك في لحظة حاجة كده ملهاش لازمة. في الفترة دي مخك بيحاول ان هو يقولك مش المفروض ان انت تبدأ في الفكرة اللي انت نفسك فيها وبتصحى من النوم تفكر فيها وقبل ما تنام بتخطط لها. يخاف عليك ويحميك من انك تتعرض للفشل، بيخاف عليك ان انت تتغير. بالنسبة له زي ما قلت لكم اي تغيير ده تهديد، مش مجرد ان هو تغيير، بيبقى بالنسبة له انت بتغير فانت بتعمل تهديد، فانت بتغير من نشاط المخ، معنى كده ان هو هيبذل مجهود. لا، الحاجات دي هو مش عايزها. بيخاف عليك ان انت تتعرض لكلمة جارحة من حد، بيخاف عليك ان انت تبدأ وتفشل، تتحط في موقف فيه احباط من نفسك. مخك بيفضل يقولك انت ما عندكش الخبرة الكافية ان انت تبدأ في الموضوع ده فما تبدأش. مش بيقولك مثلا اتعلم او ان انت حاول ولو فشلت ما فيش مشكلة، لا، هو بيجنبك اساسا ان انت تدخل في الموضوع. بيقولك ايه، على فكرة الناس هتحكم عليك، الناس هتحكم عليك وهتقولك كلام مش لطيف، وبعد كده لما تفشل هيرجعوا يقولوا احنا كان عندنا حق من البداية، انت مالكش ان انت تدخل في حاجة زي كده، انت عايز تغير من نفسك وعايز تبدأ ان انت تخس، عايز تبدأ ان انت تدور على شغل جديد، هتاخد كورسات بقى، ما كل ده مصاريف على الفاضي، مصاريف على الفاضي ومش هتعمل لك اي حاجة خالص. بالعكس، انت في الاخر هتبقى ضيعت وقت وضيعت مجهود وبتاع، الناس هتحكم عليك. فلازم نكون عارفين ان الافكار اللي بتدور في مخنا دي كلها مصدرها مخنا اللي عايز يحمينا ويقول لنا خليك في المضمون، خليك زي ما انت. طب هل في حاجات او علامات كده بتبين لنا ان الخوف هو اللي معطلنا؟ يعني في حاجات معينة نقدر ان احنا نستشف اذا كنا بنعملها او ما بنعملهاش فنقدر نعرف بيها اذا كان الخوف هو اللي معطلنا ولا لأ؟ اول حاجة ان احنا نكون بنفكر في الحاجة اللي نفسنا فيها او بنفكر في الهدف ده لكن مش بنعمل اي حاجة تجاهه، ما بناخدش خطوات على ارض الواقع، ولو كانت خطوات بنسبة 1% كل يوم أو كل يومين أو كل أسبوع. إحنا مش بناخد أي خطوات، إحنا بنفكر في الموضوع كتير جدا، بننام ونقوم بيه، بنقارن نفسنا بالآخرين اللي عملوا الموضوع ده، إلا إن إحنا مش بناخد أي خطوات. تاني حاجة، هتلاقي نفسك كل يوم بتقولي لنفسك أنا هبدأ من بكرة، أنا هستعد بكرة، النهاردة هحاول إن أنا أمشي أموري وبكرة هبدأ في الخطوة، لكن ما بتبدأيش. تالت حاجة انك بتسعي دايما للكمال، والكمال غاية لا تدرك، فبتلاقي نفسك ما بتعمليش حاجة في الاخر. رابع حاجة ان اي تحدي بسيط انت لسه ما بدأتيش فيه بس انت شايفاه ان هو هيواجهك قدام في الرحلة، بتحسي ان انت مش قده، بتحسي ان انت فاقدة الثقة في نفسك في انك تواجهي اي تحدي يكون قدامك يواجهك في الرحلة بتاعتك لهدفك دي، فبالتالي بتكسلي وبتحكمي على نفسك ان انت مش تقدري تعملي الموضوع ده وبتتخلي عنه تماما. خامس حاجة ان يكون عندك ملل من الاستمرارية في الهدف، او يكون عندك رغبة ان انت عايزة نتائج بشكل سريع، بتستعجلي النتائج على الوصول للهدف بتاعك. طيب دلوقتي عايزين نشوف ازاي ان احنا نقدر نتغلب على الخوف ده، ازاي ان احنا نخليه بدل ما هو خوف معطل يبدأ ان هو يكون طاقة تساعدنا، وازاي نخلي مخنا ان هو يساعدنا ويشتغل معانا بدل ما هو بيشتغل ضدنا.
أول حاجة هتكتبي مخاوفك على ورقة. هتكتبي أنا خايفة من الخطوة الفلانية، أنا خايفة أني أحط فلوس في المشروع ده واخسرها بعد كده، أنا خايفة أني أدخل في العلاقة اللي قدامي دي أحسن أتجرح، أنا خايفة أني أغير من أسلوب حياتي أحسن أبقى وحيدة. هتكتبي المخاوف بتاعتك على ورقة وتشوفي قدامك المخاوف دي هل هي حاجة حقيقية ولا هي حاجة في المستقبل انت لسه ما عشرتيهاش او لسه ما لمستيهاش بايدك علشان تبقى مخاوف حقيقية. هي مجرد احكام على المستقبل واحكام بيصدرها مخك زي ما قلنا علشان يحميكي. لو كانت هي فعلا حقيقية يبقى خلاص هي حقيقية وبتحميكي، لكن هتلاقي ان بنسبة 90% المخاوف دي مش حقيقية، هتلاقيها مخاوف عن حاجة في المستقبل، حاجة مش في ايديكي. فازاي ان انتي تقدري انك تفصلي المشاعر عن الهدف؟ قولي ان المشاعر دي مشاعر انا حاسة بيها وهي مش حقيقية، لكن هي مش الهدف بتاعي. انا الهدف بتاعي ان انا ادخل بوشي كده في الموضوع وابدأ ان انا اكسر المخاوف دي. تاني حاجة احنا قلنا ان المخ بيشوف اي تغيير على انه تهديد. كل ما التغيير كان كبير كل ما المخ بدأ ان هو يصارعنا بقوة اكبر، كل ما هو بدأ يصدنا بقوة اكبر. علشان كده احنا عايزين نمشي الموضوع مع مخنا ونمشي امورنا معاه. فاحنا هنصغر جدا 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 الخطوة التغيير اللي احنا هنبدأ بيها علشان المخ يحس ان هي مش للدرجة دي صعبة، مش للدرجة دي كبيرة، مش للدرجة دي تهديد، فيبدأ ان هو يشتغل معانا ويبدأ ان هو يحس ان هي حاجة بسيطة ما يقدرش ان هو يقاومنا فيها. مع كده احنا هنحس ان احنا بنعمل تغيير حقيقي حتى لو كان تغيير بسيط. المخاوف يا جماعة كل ما احنا اديناها من طاقتنا كل ما هي بتزيد، لكن كل ما ادينا للحركة وكل ما ادينا للهدف طاقة فهو برضو بيزيد. بيقولك ان الطاقة حيث التركيز، لما نركز على هدفنا غير لما نركز على مخاوفنا. لو ركزنا على مخاوفنا هتزيد، احنا هنا عايزين نركز على هدفنا. اي نعم احنا صغرناه، لكن عندنا وعد بيننا وبين نفسنا وبيننا وبين مخنا ان شاء الله لما يبقى 1% ده بالنسبة لي سهل وزي شرب المية كده، يبقى انا هبدأ في 2% وهبدأ 3%. كل حاجة سهلة دلوقتي كانت في يوم من الايام جبل كبير مش قادرين ان احنا نعديه، فاحنا هنبسطها على نفسنا في البداية. الخطوة الثالثة، قولي لنفسك انا هبدأ وانا عارفة ان انا مش هقدر اعمل غير 50%. قولي لنفسك كده ان 50% دي تعتبر كويس جدا جدا وانجاز كبير قوي ان انا ابدأ بال50% دي، وانا واثقة ان نتيجة 50% دي حلوة جدا. لحد كان خايف اساسا انه يبدأ، كان خايف اساسا ومتعطل، كان حاسس ان هو مش هيقدر، كان فاقد الثقة في نفسه. فقولي لنفسك ان 50% تعتبر مرضية جدا بالنسبة لي وكافية جدا. الخطوة الرابعة ودي مهمة جدا جدا جدا، ان انتي تواجهي نفسك لو قابلك الفشل. الفشل وارد زي ما النجاح وارد. لازم نكون عارفين ان لو الفشل جه فهو بيقول لنا رسالة معناها ان في حاجة غلط في النقطة دي، يلا بينا نتعلمها ويلا بينا نشوف احنا نقدر نواجهها ازاي ونكمل رحلتنا عادي. مش معنى ان الانسان حصل له دروب او فشل في حاجة معينة يبقى هو يتخلى عن الموضوع ويسيب بقى القصة بتاعته ويسيب هدفه ويجري بعيد ويروح يقعد في الكومفورت زون. اسألي نفسك دايما ايه أسوأ سيناريو، ايه الورست كيس اللي هو بيسموها WC، ايه الورست كيس اللي ممكن تحصل. حضري نفسك ليها وقولي لنفسك دي جاية تقولي على رسالة معينة، على حاجة محتاجة ان هي تتعدل وبعد كده اكمل في رحلتي عادي. الخطوة الخامسة هنخليها خطوة المكافأة، والخطوة المكافأة دي أهم بكتير جدا من الخطوات الأربعة التانيين، لأن لو ما عملناهاش إحنا فعلا مش هنقدر إن إحنا نكرر الأربع خطوات. لو ما كافئناش نفسنا على حاجة بسيطة إحنا كنا بنصارع نفسنا وبنصارع مخنا وبنواجه الخوف بتاعنا فيها، إحنا ممكن ما نكررش الموضوع ده تاني. ودي حاجة في بناء العادات تعتبر من أهم الخطوات أو من أهم الأعمدة اللي بيتبني عليها إن إحنا نكون عادة.
فلو احنا عايزين يكون مواجهة مخاوفنا كده بالنسبة لنا زي ما تكون عادة، وان احنا نحفز نفسنا ليها ومنخافش ان احنا نواجه مخاوفنا بعد كده ونكسر الخوف لحاجات صغيرة، لازم نكافئ نفسنا كل مرة واجهنا المخاوف حتى لو ب1% زي ما انا قلت لكم. فالمكافأة دي خطوة أساسية، عمرها أبدا ما كانت رفاهية. عايزة أقول لكم إن الواحد لما يحس إنه إن هو بيواجه المخاوف دي وبيكافئ نفسه عليها، فهو بيحس إن هو جاي له مصلحة منها، جاي له منها عائد حقيقي، مش بس إن هو بيواجه المخاوف وبيحاول إن هو يزق نفسه ويكسر حاجات كانت مبنية فيه، إلا إنه كمان جاي له منها مصلحة، جاي له منها إفادة ومتعة وشعور حلو جدا جدا. مش كفاية إنه هو عمل الموضوع ده اللي هو كان خايف منه، إلا إنه كمان كافئ نفسه عليه وجاله زي هدية كده أو مكافأة في نهاية الخدمة. والسؤال المهم اللي عايزاكي تسأليه لنفسك دلوقتي، لو انت صحيتي الصبح والخوف المعطل ده عندك مش موجود تماما، ايه أول حاجة هتبدأي إنك تعمليها؟ أنا عايزاكي تكتبي لي في الكومنتس دلوقتي، لو بكرة الصبح الخوف اختفى أنا هعمل، وكملي بقى بالهدف بتاعك. ايه اول خطوة هي دي اللي انت هتبدأي بيها؟ ابدأي بيها النهاردة، وخلي ال5 خطوات اللي اتكلمنا عنهم دول دليل ليكي. حاولي ان انت تقللي التوقعات، ما تأمليش ان انت تعملي 100%، لا خليكي مش كاملة، اقبلي بال50% واقبلي بأقل من كده 30%، 20% يا ستي. خلي عقلك يشتغل معاكي وكسري الخوف الكبير لحاجات صغيرة جدا، بحيث ان هو يحس ان الموضوع امان، ما يحسش ان فيه اي نوع من انواع التهديد. اكتبي الحاجة اللي انت خايفة منها اصلا، هتكتشفي ان الخوف ده حاجة انت حكمتي بيها على نفسك وعلى مستقبلك، ومش هي تماما الهدف بتاعك. الهدف حاجة والمشاعر حاجة تانية. واخر حاجة، خليكي دايما سابقة بخطوة وقولي لنفسك ماذا لو فشلت؟ ايه هو الورست كيس، WC؟ شوفي ايه هو WC بتاعك، وشوفي ازاي ان انت تقدري تتعلميه من قبل ما يحصل، بحيث ان هو لما يجي تقولي اهلا وسهلا، انا كنت مستعدة ليك من قبل كده، يلا اتفضل، انا خلاص اتعلمتك وهعدي العقبة دي واكمل في طريقي تاني. وفي النهاية بتمنى يكون الفيديو بتاع النهاردة ده عجبكم وفادكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. شكرا ليكم، سلام عليكم.